السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده في سيشن Introduction to Programming هنتكلم فيها عن عالم البرمجة بشكل عام عشان تكون فاهم الدنيا ماشية ازاي. طبعا السيشن دي اتقدمت بشكل تفاعلي، ولكن احنا النهارده هنقدمها لك بشكل مسجل، ولو عندك اي استفسارات في اي حاجة انت مش فاهمها اكتبها لنا في الكومنتس وان شاء الله هنرد عليك في اقرب وقت. فبلاش نضيع وقت كتير، خلينا نبدأ. دلوقتي احنا في سيشن Introduction to Programming هنتكلم فيها عن شوية points، يمكن دي اجندة السيشن بتاعتنا. اول حاجة هنتكلم فيها يعني ايه برمجة، وهل يعني ايه اصلا لغة برمجة، وازاي نتعلم برمجة، وايه هي الحاجات اللي هتساعدك في تعلم البرمجة، او خلينا نقول متطلبات تعلم البرمجة. رقم 5 وهي مجالات عالم البرمجة، بعض المجالات الشائعة في عالم البرمجة. رقم 6 بعض الأسئلة اللي ممكن تكون أنت مثلا لو دخلت المجال واجهتك فخلتك تبطل تتعلم برمجة، أو لو أنت دخلت المجال ممكن تواجهك الأسئلة دي. أول حاجة يعني إيه برمجة؟ البرمجة يا صديقي هي ما إلا وسيلة لحل مشكلة، بمعنى أي حاجة اتبنت ابلكيشن اتبنى عشان يحل مشكلة. جوجل ميتنج اتبنى عشان يحل مشكلة. اي ابلكيشن اتعمل، كالكوليتر ابلكيشن آلة حاسبة اتبنى عشان يحل مشكله، ولذلك فاي ابلكيشن اتبنى عشان يحل مشكله. فعشان كده انا بقول لك ان البرمجه بتحل مشاكل. انا دلوقتي ممكن احل مشكله عن طريق ان انا اتواصل مع انسان، انا بتواصل مع انسان عشان نوصل لحل، فبتواصل معاه بلغته. تمام زي الفل. طب دلوقتي انا بتواصل ليه بلغته عشان اقدر افهمه افكاري فيقدر يحل مشكلته، مثلا لو هو عنده مشكله ولا حاجه. طب البرمجه انا بتواصل مع الكمبيوتر عشان الكمبيوتر يفهم افكاري فيبدا يحل المشكله ديت بشكل ديجيتال وكده. فبكل بساطه البروجرامينج هي بتحل المشاكل عن طريق ان انت تتواصل مع الكمبيوتر. اي عمليه تواصل فهي لازم يكون في لغه تواصل، طبيعي جدا. انا عشان اتواصل مع انسان فمحتاج اتكلم بلغه الشخص ده. طب تمام، الكمبيوتر لازم اتكلم بلغته. بس احنا لو رجعنا لورا كده هنقدر نعرف ان لغه الكمبيوتر هي عباره عن صفر وواحد، اسمها باينري كود. والصفر والواحد دي لغه صعبه ان انت تتعامل معاها، ولكن دي لغه الكمبيوتر. طب تمام، المبرمجين بداوا يشتغلوا على فكره ان هم يعملوا لغه الانسان يقدر يتعامل معاها، فاشتغلوا على لغه اسمها اسمبلي. ولكن اسمبلي برضو كانت فيها نفس المشكله، وانها صعبه ان انت تتعامل معاها. وبعد كده بداوا ييجوا مع لغات البرمجه. لغات البرمجه او البروجرامينج لانجويج ليها نوعين: الهاي ليفل بروجرامينج لانجويج او لغات عاليه المستوى، واللو ليفل بروجرامينج لانجويج او اللغات منخفضه المستوى. طب يعني ايه لو، يعني ايه هاي، وايه الفرق؟ بص اللو والهاي بالنسبه لسهولتها بالنسبه للانسان، بمعنى وطبعا شويه حاجات تانية، بس انا خلينا متفقين في النقطه دي. يعني ممكن هتلاقي فيها يعني الفرق ما بينهم في كذا بوينت ولا حاجه، ولكن احنا دلوقتي بنتكلم في نقطه معينه، النقطه اللي هي بالنسبه للانسان هتبقى عامله ازاي، يعني انا اقدر اتعامل معاها ازاي. لو انت بتتعامل مع لغه هاي ليفل بروجرامينج لانجويج هتكون لغه سهله بالنسبه لك جدا، وتقدر تتعامل معاها وتكود بشكل بسيط جدا، زي لغه البايثون. لغه البايثون من اللغات السهله اللي انت لو اصلا عارف انجليش بس هتقدر تترجم كود. اما لو انت مثلا بتتعامل مع لغه زي لغه السي بلس بلس اللي هي لغه من اللو ليفل بروجرامينج لانجويج، هتلاقيها يعني صعبه شويه، ولكن تقدر تتعلم مقارنه بالاسمبلي والباينري كود. طب تمام زي الفل. فالبروجرامينج لانجويج بقى بكل بساطه سواء كانت لو او هاي، هما الاثنين بيستخدموا عشان كادوات تقدر بيها تحل المشكله باستخدام الكمبيوتر. تعال نضرب مثال. دلوقتي لو دكتور وجاله مريض، المريض ده عنده مشكله، ايه هي؟ ان هو عايز يتعالج. فالدكتور عايز يحل مشكله المريض اللي هو عايز يتعالج. فالمشكله هنا عندي معالجه المريض، فالدكتور بيكتب تعليمات معينه، روشته بيديها للمريض، والمريض بينفذ الروشته دي، وطبعا بتوفيق ربنا بيبدا ايه؟ انه يتعالج. لو طبقنا المثال ده على الكمبيوتر هنلاقي نفس الفكره. انا كمبرمج فانا الدكتور بدي تعليمات لجهاز الكمبيوتر اللي هو المريض عشان احل مشكله، واتفر المشكله كانت عباره عن ايه. طبعا مش هتكون معالجه المريض، ولكن هتكون على حسب انت عايز تبني ابلكيشن لايه. ولكن خلينا نتفق على حاجه مهمه، المريض ممكن يستنتج شويه حاجات. يعني انا ممكن اخد تعليمات، ممكن استنتج شويه حاجات، مش لازم اديك التعليمات بشكل حرفي. انا هديك بس اقول لك الدواء ده في الميعاد كذا، لكن مش لازم اديك تفاصيل زياده، لا. اما الكمبيوتر لازم تديله كل ستيب هيمشي عليها. بكل بساطه الروشته اللي الدكتور اداها للمريض فيها تعليمات، التعليمات دي مكتوبه بلغه. نفس الفكره، انا بدي للكمبيوتر تعليمات، التعليمات دي مكتوبه بلغه وهي لغه البرمجه. ازاي بقى اتعلم برمجه؟ اي مجال في الدنيا ليه اساسيات، وعشان اتعلم المجال ده فبتعلم اساسياته عشان
ابدا ابني على الاساسيات دي. ما ينفعش اعمل مثلا العماره دي ما لهاش اساسيات ايا كان المجال بقى. لو انا بتعلم رياضه فما ينفعش اتعلم حاجات ادفانسد في الرياضه وانا مش عارف اجمع واطرح. وفي نفس الوقت الجمع والطرح ده اللي هو الاساسيات، هي اسمها اساسيات المجال، وبالتالي لو رحت من فرع لفرع في المجال هي نفس الاساسيات. نفس الفكره في البروجرامينج، لازم اتعلم الاساسيات عشان ابدا كل ما هبقى قوي في الاساسيات هيبقى المبنى بتاعي صلب، واقدر ان انا اشتغل على نفسي في المجال لو سواء انا دخلت في اي مجال. بس خلينا نتفق في نقطه رقم 3 دي، يعني هي المفروض تكون النقطه الاولى، وهي فكره ان انت تبدا تعرف عن المجالات بتاعه البرمجه وتبدا تبحث عنها. حتى لو انا قلت لك النهارده عن بعض المجالات او قلت لك عن مجال ما انت كنت عايز تبحث عنه او ما بحثتش عنه وحابب ان انت تخشه، فابحث عنه برده بزياده المعلومات اللي انا هقولها لك النهارده. ليه؟ لان انت شرط، يعني انت لازم تعرف المجال ده في البرمجه دي فيها كذا مجال، المجال ده هتبدا تشوف المجال المناسب ليك فيكون التارجت بتاعك، فتبدا بقى تمشي ستيب باي ستيب في سبيل ان انت توصل للهدف الكبير ان انت تتعلم المجال ده. ولكن في البدايه طبعا بتتعلم اساسيات البرمجه، بتبدا تطور البروبلم سولفنج سكيل عن طريق ان انت بتطبق وتعمل مشاريع وان انت تحل مشاكل برمجيه باستخدام اساسيات البرمجه اللي انت اتعلمتها، عشان التفكير بتاعك واللوجيك يتغير. زي ما قلت ان البرمجه هي ما الا وسيله لحل مشكله، انت بتبدا تحل مشكله، فانت بتستخدم البروجرامنج ده، بتتعلم منطق مش بتتعلم اللغه دي ما هي الا وسيله، زي ما قلت وسيله انت بتوظفها عشان تبدا تحل مشكله. مثلا انت عايز تبني ليها ابلكيشن، فبتبدا تبني ابلكيشن بهدف انه يحل مشكله. فعشان تحل مشكله فانت لازم تكون اصلا عندك مهاره حل المشاكل، فدي مهمه جدا. وطبعا تبدا بقى تنطلق وتغوص في عالم البروجرامينج. بس في شويه حاجات لازم تراعي بالك فيها وانت بتتعلم المجال ده. زي ما قلت انت لما هتبحث عن المجالات فهتقدر تعرف المجال المناسب ليك، فبقى عندك تارجت، انا عايز ابقى مثلا سوفت وير انجينير، عايز اكون موبايل ديفلوبر، عايز اكون ويب ديفلوبر. دي المجالات طبعا الموجوده واللي هنتكلم عنها بعد شويه. ولكن اهم حاجه ان يكون عندك هدف كبير واهداف صغيره على مدار رحلتك، لان المجال ده طويل. عشان كده بقول لك بي بيشنت، خليك صبور. خليك صبور لان الموضوع بياخد وقت، وكل ما هتصبر وكل ما هتدي للمجال حقه كل ما انت هتستفيد وهتلاقي مردود جميل جدا. رقم 3 زي ما قلت سيرش تو جيت مور، ابحث تمام عشان تلاقي معلومات تفيدك. كل ما هتبحث كل ما هتلاقي معلومات اكتر، كل ما هتستفيد اكتر، كل ما مدارك عقلك هيتوسع اكتر. طبعا بيفوكس اون يور جول، يعني من الحاجات المهاره المهمه اللي لازم تتقنها في الوقت ده هو مهاره التركيز. لما هتفوكس على حاجه بغض النظر عن ده رايه ايه وده رايه ايه، انا بس هسمع الاراء مش مشكله، ولكن انا عندي عقل بيفكر فيه. يعني انا مثلا انا شايف ان مجال الداتا ساينس انا هكون شاطر فيه، ولكن في حد بيقول لي داتا ساينس ده صعب، بس انا شايف وبعد بحث طبعا بناء على معرفه انا شفت ان الموضوع انا شايفه مناسب ليا، بس حد بيقول لي ان هو صعب، انا اتجاهل الفكره دي واركز على هدفي. تمام. ومش عشان جات لي فرصه في مجال تاني اسيب المجال بتاعي اللي انا شايف نفسي كويس فيه واروح للمجال ده. تمام. فخليك مركز على هدفك، ودي من شويه الستبس مهمه جدا وانت تتعلم برمجه. طب ايه مجالات البرمجه؟ مجالات البرمجه يعني انا ذكرت النهارده 5 مجالات، طبعا ممكن تلاقي مجالات كتير جدا وهتلاقي تفاصيل اكتر طبعا عن اللي انا هذكرها دلوقتي. يعني اول مجال عندنا هو داتا ساينس وماشين ليرنينج والارتفيشال انتليجنس، يمكن ليهم علاقه ببعض شويه، ولكن الداتا ساينس وماشين ليرنينج انت بتتعامل مع الداتا. الداتا ساينس هو علم البيانات، علم بيختص بان انت تبدا تشتغل على داتا اناليسيس، تحليل البيانات وتبدا توظف البيانات دي بشكل فيجوال، بتبدا من خلالها ان انت توصلها عن طريق الماشين ليرنينج، ان انت تعلم الاله بتاعتك عن طريق الداتا اللي انت دخلتها لها فتستنتج شويه حاجات. فالعلم ده علم كبير جدا طبعا، وان انا اتكلم فيه في سيشن اصلا انتروداكشن تو بروجرامينج فهناخد وقت طويل جدا. الارتفيشال انتليجنس طبعا معروف جدا، الذكاء الاصطناعي وما وراء الذكاء الاصطناعي. طبعا انت لو اي مجال عايز تعرف ازاي تتعلمه، انت تكتب اسم المجال اللي انت شايفه ارتفيشال انتليجنس وتكتب رود ماب جنبها، هتلاقي رود ماب كتير جدا، هتلاقي شويه تفاصيل اكتر مننا هيتم ذكرها في سيشن النهارده. طبعا من الحاجات المميزه في داتا ساينس وماشين ليرنينج والارتفيشال انتليجنس هي فكره انها بتحتاج الرياضه. ده ردا يعني على سؤال ان حد بيقول مثلا ان الرياضيات هل هو شرط تعلم برمجه؟ هو مش شرط، ولكن في مجال ليه شرط. لكن مش معنى ان انا مش بحب الرياضه مش هخش المجال اصلا، لا انا هخش البرمجه، بس في مجالات تانية زي الويب ديفلوبمنت مش محتاج ان انا اتعلم رياضه. يعني حاجه زي الفرونت اند كده، طبعا الويب ديفلوبمنت ده بيتقسم لفروع، في فرونت اند وباك اند وكده. الفرونت اند دوت هو بيحتاج
مش بيحتاج قصدي رياضه، لكن داتا ساينس وماشين ليرنينج ارتفيشال انتليجنس بيحتاج رياضه، فخلاص طالما هو بيحتاج رياضه وانا مش شايف نفسي كويس في الرياضه، خلاص اخش مجال ملوش علاقه بالرياضه. بس مش هسيب اصلا البروجرامينج كلها، فاهمني؟ طبعا اتكلمنا عن الويب من شويه. الفرونت اند ده لو انت مش فاهم يعني ايه فرونت اند، فالفرونت اند زي ما انت شايف يعني ده الويب سايت اهو، فالباترنز والاشكال اللي انت شايفها ده اسمها الفرونت اند. اما الباك اند ده اللي بيحصل ورا الكواليس، مثلا بتعمل ساين ان في موقع ولا حاجه، فهتلاقي ان شويه ان بيحصل عمليه ريفرش كده، او ان هو بيخش بقى على الاكونت بتاعك، فهنا بيحصل حاجه انت مش شايفها طبعا اللي هي خلف الكواليس. طب السايبر سيكيورتي ده مجال من المجالات القويه جدا، وان شاء الله هنحاول ان احنا نوفر لكم سيشن عن السايبر سيكيورتي انتروداكشن ليه كده، فمش هحب نضيع وقتكم فيه. ولكن السايبر سيكيورتي انت مش بتتعلم بروجرامنج بس، فالبروجرامنج هي ستيب من الستبس في المجال، ولكن انت بتتعلم نتوركينج، بتتعلم انظمه تشغيل معينه، بتتعلم شويه حاجات معينه بتوفر لك امكانيه ان انت تقدر تشتغل على المجال ده. طبعا قلت لك ان احنا هنوفر لك سيشن بخصوص موضوع السايبر سيكيورتي ونبدا نتكلم فيه بشكل تفاصيل اكتر يعني. رقم 5 اب ديفلوبر. اب ديفلوبر التطوير التطبيقات بيتنوع على حسب انت التطبيق ده هتطلقه على منصه زي الاندرويد ولا هتطلقه على الاي او اس ولا على الاثنين، فعلى حسب انت حابب ايه. وكل شيء، كل مثلا ابلكيشن مثلا انت هتخصص الابلكيشن ده للاندرويد فليه متطلبات معينه، ليه حاجات معينه تشتغلها اللي هو اسمه الاندرويد ديفلوبر والحاجات دي، فانت تبقى محتاج لغات معينه غير اللغات اللي هتستخدمها لما تيجي تعمل تطبيق للاي او اس وكده. فدي بكل بساطه المجالات المشهوره في عالم البرمجه. ممكن تلاقي مجال زي الجيم ديفلوبمنت او تطوير الالعاب وهكذا، فابدا ابحث وشوف المجالات دي. عندك شات جي بي تي استغله في ان انت تقدر تستفيد منه في معلومات. خلينا بقى نشوف ايه common questions اللي انت ممكن تقابلها او بالفعل هي قابلتك. ايه هي الفتره اللي انا ممكن اتعلم فيها برمجه؟ تعالى بقى نتكلم في النقطه دي. هو دلوقتي هل انت شبه شخص تاني يعني في القدرات والامكانيات والعقليات والظروف والوقت اللي ممكن توفره للبرمجه وطريقه مذاكرتك وكل ما يعني كل يعني انا شفت انا ذكرت لك حاجات كتير جدا، فطبيعي جدا ان الفتره اللي انت هتتعلم فيها برمجه غير الفتره اللي حد تاني هيتعلم فيها برمجه. بسيطه جدا. طب يبقى انا كده اتكلمت عن النقطه دي، فكره ان انا اقول ان في فتره معينه انا ملزم بيها عشان اتعلم برمجه، ده مش شرط نهائيا، كل واحد ليه فتره معينه. طب السؤال التاني اللي انا هنتكلم فيه دلوقتي هو ايه افضل مجال في البرمجه؟ تعالى بقى اتكلم في النقطه دي دلوقتي. لما انا يعني سيبك من البرمجه وتعالى نتكلم في موضوع الكليات وكده. دلوقتي انت معترض على فكره ان في كليه طب ان كليه القمه، وده شيء بديهي جدا، مفيش حاجه اسمها كليه القمه، هي في حاجه انا بحب الكليه دي فانا هطلع فيها مجهود حتى لو كانت الكليه دي ايه، طبيعي جدا. نفس الفكره بقى هنا، فكره ان افضل مجال في البرمجه هي نفس فكره ان الطب كده كليه قمه. معنى ان انا اقول لك ان في افضل مجال في البرمجه معنى كده ان انا بقول لك ان الحاجه دي محتكره البرمجه كلها وان انت لازم تتعلمها. لا خالص، انا ممكن ما اكونش اصلا حابب المجال اللي انا اخترته لك ده اللي هو بقول لك افضل مجال، وبالتالي لما ادخل فيه انا مش هادي فيه حتى لو هو بيجيب لي دولارز وبيجيب لي فلوس ودخل فيه، هو مش هيجيب لك لانك اصلا مش حابه، فبالتالي انت مش هتادي فيه. وبالتالي انت بتختار المجال على حسب بحثك وبحسب معرفتك بالمجال، هتبدا تشوف هل المجال ده مناسب ليا ولا لا. تالت سؤال هنتكلم فيه هو ايه هي اول لغه برمجه لازم اتعلمها؟ فمثلا هبدا اتعلم الاساسيات فاتعلم لغه ايه؟ هتلاقي بقى اللي يقول لك سي بلس بلس، يقول لك جافا سكريبت، يقول لك بايثون وهكذا. بس انا حابب اقول لك حاجه، انت هتسمع اراك وتبدا تبني رايك انت الشخصي وابدا اشتغل على الموضوع ده. ولو انت بدات في خطوه تمام ما تركزش، ولو انت السؤال ده عائق بالنسبه لك ابدا وما تخلوش عائق. يعني انت ابدا بلغه زي البايثون، لغه سهله وبسيطه جدا، اشتغل عليها وكمل. بس وانت بتشغل عليها ما تسمعش المقترح تاني بيقول لك روح اتعلم سي بلس بلس لان هي فعلا اللي هتاسسك بشكل اكبر، تمام، وتروح سايب البايثون بعد ما انت قطعت شوط وضيعت فتره وما، تمام. وات ايفر الفتره ضاعت ولا ما ضاعتش او انت استفدت منها او ما استفدتش، ولكن انت كده مش مركز، انت كده مشتت، انت عشان حد قال لك الراي ده فانت رحت تبقى معاه. ولكن طالما انت قطعت الشوط كمل وطور من نفسك بروبلم سولفنج. انا قلت لك اللغه مش بتفرق، اللغه هي ما الا وسيله بكتب بيها البروجرامنج، لكن اهم حاجه ان انا اطور اللوجيك بتاعي، اطور المنطق بتاعي واطور تفكيري. رقم 4، وهل لازم اكون اينشتاين عشان اتعلم برمجه؟ السؤال ده ممكن مش يعمل حاجات نقط كتير جدا. هل لازم اكون عبقري بمعنى اصح عشان اتعلم برمجه؟ لا طبعا. البرمجه ما هو الا مجال زي اي مجال،
الرياضه وانت صغير كنت تفكر الجمع والطرح دي حاجات صعبه، دلوقتي انت بالنسبه لك حاجات بديهيات اصلا، وما يعني مفيش حد يعرفش يجمع ويطرح. فهي نفس الفكره، البرمجه انت تتدرج توبيك باي توبيك، لكن ما ينفعش انا مثلا في لسه جونيور او لسه مبتدئ واخش في حاجات ادفانسد، لا انا بمشي واحده واحده ستيب باي ستيب. وطبعا الاساسيات بتوفر عليك او بتسهل عليك الموضوع وانت ماشي في رحله تعلم البرمجه، فمش شرط لازم ان انت تكون اينشتاين عشان تتعلم برمجه، لانه زي اي مجال محتاج ان انت تمارسه، لان هي حاجات انت في عالم الواقعي مش بتتعامل بالمنطقيه دي. فهو دي صعوبه المجال، ان في البروجرامينج انت لازم تتعامل بمنطقيه شديده جدا ودقه عاليه قوي. ليه؟ بس الفكره ان انت في العالم الواقعي مش بتتعامل بنفس الطريقه دي، فعشان كده بيبقى فيه صعوبه شويه في انت وانت بتتعلم برمجه، لكن بعد التعود هتلاقي اصلا المنطقيه بتاعت العالم بالبرمجه تطبقت او انطبعت عليك وبدات تتعامل بيها في الواقع بشكل عادي جدا. طب تمام. رقم 5، هل لازم يكون عندي لابتوب او بي سي عشان اتعلم برمجه؟ بالتاكيد لا. ما تخليش برضو السؤال ده يكون عائق. يعني انا معايا موبايل، الموبايل ده انا ممكن انزل عليه ابلكيشنز بتتعامل مع الكود عادي جدا واقدر اتعلم برمجه لحد ان شاء الله ما اوصل لمرحله كويسه جدا في المجال، هيكون ان شاء الله قدرت ان انا اوفر لابتوب او بي سي، او اتاكدت على الاقل ان المجال ده انا فعلا هكمل فيه. ما تخليش الموضوع عائق. انا احكي لك تجربه. استاذ ابراهيم عادل صاحب قناه زي امريكان انجلش واوكتو كود وطليق، الشخص دوت يمكن لو انت سمعت قصه بودكاست ليه ولا حاجه هتلاقيه ذكر فكره ان هو اتعلم البروجرامينج بورقه وقلم، لانه ما كانش عنده كمبيوتر ولا لابتوب ولا موبايل، واتعلم بورقه وقلم. انا مش بقول لك ان انت تعمل زيه، ولا هو بينصح ان انت تعمل زيه، ولكن هي فكره استغلال المتاح. استغل المتاح واشتغل على نفسك، وبجد يعني ربنا مش هيضيع تعبك، ده مستحيل انه يحصل. يعني طالما انت تعبت وخلاص واجتهدت فاكيد هتلاقي نتيجه لتعبك. طبعا دي شويه ريسورسز عشان تتعلم بروجرامينج. طبعا انت لو عارف ريسورسز تانية فجو اهيد عادي جدا. ممكن انت اصلا تكون عارف الناس دي بس مش عاجبك شرحهم، عادي جدا، يعني ده شيء طبيعي جدا. طبعا قناه زيرو ويب سكول وقناه كودزيلا وعبد الرحمن جمال وبروجرامينج ادفايسز ممكن تلاقي ريسورسز كتير جدا. فدي بعض ريكومنديشنز، هبقى اسيب لك اللينكات بتاعتهم في الديسكربشن. وكده نكون وصلنا لنهايه السيشن. اتمنى السيشن تكون عجبتكم. وطبعا لو انت حابب تبقى تحضر السيشنز بشكل اونلاين على جوجل ميتنج كده، فهسيب لك اللينك بتاع اللينك حساباتنا على السوشيال ميديا، هسيبها لك في الديسكربشن. فهتلاقي فيها كل الاكونتس بتاعتنا، هتلاقي فيها جروب واتساب وشانل تليجرام وانستجرام والفيسبوك، وطبعا انت على شانل يوتيوب فما تنساش تعمل لنا سبسكرايب. واتمنى تقول لنا رايك في السيشن، ولو في اي ملاحظات حابين نضيفها في السيشنز عشان تكون اكتر فعاليه فبرضه اكتب لنا في الكومنتس. والسلام عليكم.